النظريات في علم الاجتماع. شنو هي النظريات أو أهم النظريات في علم الاجتماع في السوسيولوجيا؟ عندنا ثلاثة ديال النظريات مهمة: البنيوية الوظيفية، نظرية الصراع، والتفاعلية الرمزية. هذا واحد الجدول كيلخص النظريات بلا ما ندخلو في تفاصيل كثيرة، تيلخص النظريات. عندنا في العمود الأول عندنا السمية ديال النظرية، عندنا في العمود الثاني مستوى التحليل، يعني واش كتخدم في المستوى الكبير في المجتمع كامل ولا كتخدم في المستوى الصغير في الأجزاء في الأسرة والمدرسة والمعمل إلى آخره، إما في المستوى الأكبر ولا المستوى الأصغر. التركيز على علاش كتركز هذيك النظرية، وعندنا المماثلة لمن يعني المماثلة لمن كتشبه العملية اللي كتقوم بها هاد النظرية. وأخيرا نوع الأسئلة اللي كتطرح في هاد النظرية. نبداو بالبنيوية الوظيفية. البنيوية الوظيفية دونك كتشتغل شنو هو المستوى التحليل ديالها؟ المستوى التحليل ديالها كنظرية كتشتغل في المستوى الكلي، يعني كتخدم على المجتمع كامل، المجتمع الكلي، ماشي المستوى الجزئي، ماشي على الأسرة ولا على العائلة ولا على المعمل ولا على المدرسة ولا على الإعلام، لا، كتشتغل على المستوى الكلي اللي هو المجتمع كامل. والمستوى المتوسط، كاين المستوى الكلي والمستوى الجزئي، وبيناتهم كاين المستوى المتوسط. المستوى المتوسط يعني قبل ما نوصلوا للمجتمع العام راه كاين ما بين الأسرة والمجتمع العام كاين مستويات أخرى، بحال مثلا القبيلة، بحال العشيرة، بحال الطائفة إلى آخره. هذا المستوى كيتسمى الكلي والمتوسط. يعني البنيوية الوظيفية كتشتغل على المستويات الكبرى، الكلي والمتوسط. على ايش كتركز؟ كتركز على الكيفية التي تعمل بها الأجزاء الاجتماعية معا كي تساهم في عمل الكل. عندنا دابا المجتمع هو الموتور، داك الموتور، وعندنا داك الموتور مكون من أجزاء. داك الأجزاء هذوك الأجزاء ها لي سيلندر، ها لي سوباب، كاين فيه أجزاء داك الموتور. هادوك الأجزاء راه تتخدم باش تأسيوري لنا، باش تضمن لينا أن الموتور كامل يخدم. إذا كتركز هي على كيفاش كيشتغلوا الأجزاء باش يخليو الكل يبقى غادي. المماثلة يعني بحالاش الكيفية التي يعمل بها كل عضو كي يحافظ على صحة الجسم. هي مثل المجتمع، هذا مثال آخر. المجتمع هو الجسم، كيفاش كيخدم القلب باش يبقى الجسم محافظ على راسو، إذا كيفاش كتخدم الأسرة باش تبقى محافظة على المجتمع، كيفاش كتخدم المعمل باش يبقى محافظ على المجتمع، كيفاش كتخدم المدرسة باش تبقى محافظة على المجتمع، كيفاش كيخدم الجيش باش يبقى محافظ على المجتمع إلى آخره. إذا شنو نوع السؤال اللي كطرح البنيوية الوظيفية كنظرية؟ كتقولك مثلا كيف تعمل المدرسة على نقل الثقافة؟ هذا نوع من الأسئلة اللي كتطرح في البنيوية الوظيفية. سالينا النظرية الأولى، ندوزو للنظرية الثانية. النظرية الثانية سميتها نظرية الصراع. اشنا هو مستوى التحليل اللي كتخدم عليه؟ المستوى الكلي، في الكل كتخدم. علاش كتركز على الكيفية التي تساهم بها التفاوتات، زينيغاليتي، التفاوتات شفايتشي هما لا مساواة، هي التفاوتات في التمايز الاجتماعي والسياسي، وانعكاس ذلك على السلطة. كيفاش كتدي لنا التفاوتات إلى ظهور التمايزات، تظهر لنا طبقات سياسية واجتماعية، وكيفاش ديك الطبقات فيما بعد شكون فيها كيشد السلطة وشكون اللي ما كيشدش السلطة. إذا عندنا باش نوصلوا للسلطة في المقام الأعلى، باش نوصلوا للسلطة خص تكون واحد الطبقة مسيطرة على ما هو سياسي واجتماعي، باش ديك
الطبقة المسيطرة تكون كيكونوا تفاوتات اجتماعية هي اللي كتخلق ديك الطبقة، وديك الطبقة كتوصل للسلطة. إذا العملية هاد نظرية الصراع هادشي علاش كتركز كيفاش كتتم العملية حتى كنوصلوا للسلطة. إذا بحالاش مثلا الكيفية التي يفوز عن طريقها الأقوياء باللعبة واستراتيجيتهم للحفاظ دائما على الفوز. مثلا بحال عندنا واحد اللعبة وكيفاش ديما الأقوياء يبقاو شادين اللعبة. إذا هذا هو هكا كتاخد المجتمع. نظرية الصراع كنظر المجتمع على أنه لعبة، وكتنظر لديك الأطراف القوية كيفاش الأطراف القوية كتلعب باش توصل للسلطة وتحافظ عليها. نوع الأسئلة اللي كطرحها نظرية الصراع مثلا: هل تنقل المدرسة فقط ثقافة المهيمنين؟ المهيمنين هما المسيطرين. واش المدرسة كتنقل الأطفال ثقافة المهيمنين؟ لأن المدرسة إلا نقلت ثقافة المهيمنين معنيتو أنها كتحكم على المهيمن عليهم اللي هما الأطفال، أنهم دائما إلا كانوا كينتميو للطبقة المسحوقة يبقاو ديما في الطبقة المسحوقة، والآخرين يبقاو والعكس ديالهم ينتميو للطبقة الأخرى. وأخيرا النظرية الثالثة سميتها التفاعلية الرمزية. مستوى التحليل ديالها هو الجزئي، يعني كتشتغل في الأجزاء الصغرى في المجتمع. كتشتغل على المدرسة، على الإعلام، على المؤسسة الدينية إلى آخره. علاش كتركز؟ كتركز على الكيفية التي يتم التواصل والتفاعل بين شخص وآخر. لاحظوا هنا كنهضروا على شخص وآخر، ماشي على الأجزاء الكبيرة. الجزء الصغير هو الشخص. بحالاش الكيفية التي يتفاعل بها شخصان على وسائل التواصل الاجتماعي، مثلا كيفاش كيتم التفاعل في وسائل التواصل الاجتماعي. نوع الأسئلة اللي كطرحها التفاعلية: ما هو رد فعل التلاميذ في المدرسة إزاء المحتوى الرقمي مثلا؟ هذا نوع من الأسئلة. إذا هذه هي النظريات الثلاث في الأساسية في السوسيولوجيا أو في علم الاجتماع.